أنا اتولدت أول يوم العيد الكبير ساعة تكبيرات العيد، كانوا بيصلوا العيد وأنا باتولد من هنا، جاية أفطر معاهم بقى، هاتوا اللحم. وعايزة أقول لكم كانت فرحة العيد الكبيرة على عيلتي، أبويا وأمي، كانت فرحتين، فرحة العيد الكبير وفرحة إن أنا جيت. وعايزة أقول لكم بقى إيه، أنا كنت أمورة جدا، بس طبعا لا أكلت لحمة ولا أكلت حاجة، بس أنا بحب العيد الكبير عشان اتولدت أول يوم العيد الكبير الصبح، فبالنسبة لي عشان عيد وكمان عشان اتولدت فيه، فعشان كده بحب الاكل وبحب ابدع فيه، فلازم بقى اروق عليهم ترويق العيد واعمل لهم الفطار بتاع الصبح بطريقه امي وابويا اللي كنا بنعملها زمان. بجيب معلقه ليا مفرومه وبحطها على معلقه سمنه، وبجيب بقى كبده على قلب على كلاوي على حلويات، وشوحي لي بقى كده كل القمر ده بعد ما تقطعي في معلقه الليا والسمنه. طيب الناس اللي ذابحه بقري هتعمل الترويقه دي، والناس اللي ذابحه خرفان هتعمل الترويقه دي لازم نفطر بيها، احنا مش بنفطر فته خالص، احنا بنفطر القمر دي. بعصر عصره ليمونه عليها كده، وبحط كمان فصوص من الثوم سليمه صحيحه، وبحط فلفل اخضر سبايسي واحمر سبايسي، احنا بنعشقها سبايسي. وشوحي لي بقى الخلطه القمر دي، ترويقه العيد دي وجبه الفطار، دي لازم نفطر بيها الصبح كده. اول لما كانت ماما الله يرحمها هي وبابا بيذبحوا، تطلع الحاجة من الخروف أو البقرة ونعملها بالطريقة دي، هحط ملح وفلفل أسود وحبهان فقط لا غير، ما بحطش أي توابل تاني، ملح وفلفل أسود وحبهان، وغطي بقى وافضلي قلبي فيها. بعد ما غطيتها، شايفة بقى، بصي اللقمة بتنزل في قلبك مش في معدتك، بجد تحفة. انا بعشقها، انا بعشقها. وعايزه اقول لكم انا بعشق اللحمه، مش عشان انا اتولدت في اول يوم العيد، مش عارفه انا بعشق اللحمه وكمان بعشق الاسماك، انا ماليش في الفراخ خالص. فبالنسبه لي العيد الكبير بحبه اكتر من العيد الصغير عشان انا اتولدت فيه، وعشان بقى عيدنا بقى وكده، عيد الامه الاسلاميه. فبالنسبه لي العيد الكبير حاجه كبيره قوي 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 قوي. زي ما انتم شايفين بقى، قومي هاتي قمري العيش وحمري شويه بطاطس كده وفطريهم واعملي لهم ترويقه العيد، وطلعي بقى سواء كان عندك كبده ضاني او بلدي بقري اللي انت عايزاه اعمليها، سهله وبسيطه وطعمها حلو قوي. دي بالنسبه لنا فطار العيد، مش التسقيه خالص، التسقيه دي الغدا. وبجد رهيبه يا بنات، جربوها بالطريقه دي، طعمها في حتة تانية خالص، رهيبة وبجد أنا بعشقها. مين زيي بيحب يفطر بترويقة العيد؟ احنا بنسميها الترويقة، أيوة دي عندنا في اسماعيلية بنسميها الترويقة، أو تحبيشة الكبدة والكلاوي، بس احنا عندنا بنقول عليها الترويقة. بجد رهيبة وسخنة قوي، أنا لازم أكلها سخنة كده. حضري بقى عيشك وسلطاتك وبطاطساتك، ودلعي نفسك كده ودلعيهم في البيت، وشغلوا تكبيرات العيد، الله أكبر الله أكبر، ودخلي البهجة والفرحة والسعادة لبيتك ولولادك. وبعدها بقى الترمس والشوكولاتات، وكل سنة وانتم طيبين يا حبايب قلبي، عيد سعيد عليكم.